نفسك بقى بقلاوة زي اللي بنجيبها من المحلات طالعة مقرمشة ومسكرة وفي نفس الوقت فيها ريحة السمنة البلدي الجميلة. تعالي النهاردة أقولك على أسهل معانا بقى لفة من الجلاش، وهنبدأ نقطعها كده بالطول. أنا قطعتهم حوالي 5 عواميد، وبعد كده هتحطيهم فوق بعض وتحطيهم في اي فوطه عشان ما ينشفوش، واركنيهم بقى على جنب. تكوني بقى مسيحه زبده او سمنه وتركنيها برضو على جنب. وبعد كده هتجيبي الورقه الاولى تحطي فيها زبده، وبعد كده الورقه التانية، وبعد كده الورقه التالتة، وبعد كده هتلميهم. بعد كده هتعمليهم بايديك الاتنين في منتهى السهوله. واللي تخلصيه بقى حطيه في اي صينيه تكون مدهونه زبده. اعملي بقى لفه الجلاش كلها بنفس الطريقه. اعملي الطبقه الاولى زبده، وبعد كده الطبقه التانية، وبعد كده الطبقه التالتة رشه بسيطه خالص. وبعد كده اقفليها كده بايديكي وتطلع معاكي احلى بقلاوه. وبعد كده دخليها الفرن على درجه حراره 200، هتقعد معاكي ربع ساعه. وبعد كده اي شربات بارد عندك انزلي بيها على البقلاوه ورشه من المكسرات، وهتاكلي احلى بقلاوه. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبالف هنا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.